جاهزه يا روزا؟ جاهزة. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. خايفه. بسم الله. بسم الله. لا انا مرعوبه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا استنى. بسم الله. ازيكم؟ يلا بينا سريعا نعمل حله ورق عنب بروكوتا، وشوفوا الفيديو ده للاخر عشان تشوفوا اذا كانت الحله اتقلبت بسهوله ولا ايه اللي حصل. اول حاجه هنجيب لحمه تكون متقطعه ستيك. انا كان عندي اللحمه دي في الفريزر، كان عندي كام قطعه، وجبت معلقتين من الزبده ومعلقتين من الزيت، لازم نسخنهم كويس جدا. بعد كده ننزل باللحمه عشان عايزين اللحمه هنا تحتفظ بالميه بتاعتها، مش عايزينها تنزل الميه. فكل لما تكون الطاسه سخنه كل ما تكون اللحمه تقدر تحتفظ بالميه اللي موجوده فيها وما تنزلهاش. اول ما تاخد اللون اللي انتوا شايفينه دوت هنقلبها الناحيه التانية ونسيبها برضو تاخد لون من تحت شويه، ونضيف ليها شويه فلفل اسود، والملح هنضيفه في الاخر بعد ما اللحمه تستوي. هنضيف هنا ربع كوبايه ميه ونغطيها على نار هاديه، وهنا عايزينها تستوي 3/4 تسويه علشان هتكمل سواها مع ورق العنب. هنا بقى هنجيب، هقول لكم خلطه المحشي الحلوه جدا. هنجيب حله على النار، شويه كده حلوين من الزيت، وبصل هنقطعه قطع صغيره زي ما انتم شايفين. وبعد كده هنقلبه لحد لما ياخد اللون الاصفر او اللون الذهبي. بعد كده هنبدا نضيف عصير الطماطم. المحشي يا جماعه ما بتحطلوش صلصه، بتحطوا عصير طماطم فريش علشان يستوي كده مع البصل، والاتنين ياخدوا من نفس الطعم ويكون طعم المحشي حلو. بعد كده هنسيبه على نار هاديه لحد لما يتسبك. هنعرف ان هي تتسبك ازاي عشان البنات الحلوه اللي لسه متجوزين، يعني بقول لكم كل التفاصيل عشان تعملوا محشي حلو جدا. هنعرف ان هو اتسبك لما الزيت يطلع كده على الوش زي ما انتم شايفين كده اتسبك وتمام جدا. البهارات بقى اللي احنا هنحطها ملح، فلفل اسود، وسبع بهار، وشويه من النعناع المجفف بيديه طعم حلو جدا، وشويه من البابريكا، وشويه من الكمون. هنقلب بقى التوابل كده مع الخلطه كويس جدا. وهنا بقى نغسل الرز يا جماعه لازم يصفيه حلو جدا، لازم يكون ناشف كده زي ما انتم شايفين، ما ينفعش نحطه يكون فيه كميه من الميه، فعشان يدينا نتيجه حلوه. عشان كمان الصلصه كده تمسك في الرز ويكون كده كلها خلطه واحده. اخر حاجه بقى هنا هنحطها، ويكون طبعا طفينا النار، يعني اول ما الصلصه تستبك هنطفي النار. بعد كده هنضيف الرز. بعد كده اخر حاجه هنضيفها الخضره هنا ضفناها كزبره وشبت وبقدونس. هنغسلهم كويس جدا ونصفيهم ونقطعهم. بعد كده بقى هنجيب ورق العنب الحلو ده اللي احنا سلقناه، حطيناه في ميه سخنه بس لمده 5 دقايق. بعد كده طلعناه ونفرده بقى حلو كده زي ما انتم شايفين، ونحط فيه شويه من الرز. الورق العنب بياخد رز اكتر شويه من محشي الكرنب، يعني دي كمان ملحوظه مهمه جدا. هنحط بقى كده شويه من الرز زي ما انتم شايفين، وهنجيب الجزئين اللي هما اللي ورا دول المفتوحين هنقفلهم على بعض. بعد كده هنطبقها تطبيقه، بعد كده تطبيقه من الجنب ده. بصوا يعني التفاصيل كده انا بعملها واضحه اكتر. بصوا دي كمان واضحه اكتر. هنعمل بقى كل الكميه بنفس الطريقه، ونحاول ان احنا نضغط عليه واحنا بنعمله علشان ما يفكش مننا، وننضفه من كل الرز اللي موجود فيه عشان لما نيجي نسويه ما تكونش الحله كده مليانه رز من جميع الاتجاهات ويكون شكلها مش لطيف. فاهم حاجه، كل صباع لو عليه رزايه او رزايتين لازم نشيلها. هنا بقى اللي هو العنقود اللي فرق العنب دوت بيدي مزازه حلوه جدا للمحشي. جربوه، حطوه كده في الحله من تحت، ولما تيجوا تقلبوا الحله بتشال بكل سهوله، ما تقلقوش خالص يعني. ونحط كمان شرايح من البصل وشرايح من الطماطم، كل الكلام ده بنشيله بعد لما ورق العنب يستوي. هنا بنعمل الخطوات ديت عشان ورق العنب ما يلزقش تحت في الحله، وكمان بيدي طعم حلو جدا لورق العنب. اول حاجه حطينا البصل والطماطم وعنقود اللي هو ورق العنب. بعد كده هنرص اللحمه، وكان في شويه صوص كده من اللحمه فانا ضفتهم، بيدي برضه طعم حلو للمحشي. هنا بقى كده هنرص المحشي بنفس الطريقه، نحاول احنا كده نرصه يعني على قد ما نقدر. لو عايزين انتوا تحطوا كده المحشي كله مع بعض من غير ما ترصوه عادي جدا برضه بيستوي ويبقى تمام ويكون طعمه حلو قوي. كده انا رصيت كل ورق العنب. هنا بقى هنجيب شوربه تكون مغليه، لو ما عندناش شوربه ممكن شويه ميه، وبرده كنا حاطين شويه ملح وشويه فلفل اسود. لو عندنا مكعب من المرقه ممكن نحط مكعب من المرقه، وننزل لحد نص الحله. حلوه نعمل ازاي؟ المخشه تطلع حلوه نعمل ازاي يا نورزه؟ هاتي اوبا ماما. ايوه صوت الطشه اللي انا بحبه بقى. يلا يا روزه، يلا يا روزه.
صوت الطاسه اللي انا بحبه. فيروز هنعمل ازاي؟ تحبي ايه؟ تحبي الملوخيه؟ اه. جاهزه يا روزا؟ ده احسن. يلا بينا. قولي بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خايفه. بسم الله. بسم الله. لا انا مرعوبه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا استنى. بسم الله. ايوه ايوه. اوبا. انتوا عسل قوي بسم الله قوي. الرحمن الرحيم. بصي بقى يا فيروز، بصي يا فيروز، قولي بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ الله الله الله. يلا. محشي طعمها احلى في الدنيا. تحبي المحشي؟ اه قد ايه؟ طبعا. تحبي المحشي بتاعي؟ اه طعمه حلو. طبعا. حكيت ايه حكيت دي حكايه. بصوا يا جماعه، صباع المحشي بجد خطير، مستوي كده جواها. سخن. ايه رايك فيه؟ تسلم ايديكم. تسلم ايديكم. انا اللي تسلم ايدي يا فيروز، انا اللي عامله. بتسلم ايد مين يا روزا؟ مين اللي تسلم ايده؟ مين اللي عمل المحشي ده؟ يبقى مين اللي تسلم ايده؟ مين اللي تسلم ايده؟ يلا قول لهم باي باي بقى عشان نروح ناكل. باي باي. هنروح ناكل